هقولك ازاي تعملي فول مدمس في البيت يطلع طري وناعم من غير دماسة خالص. تعالوا النهاردة نعرف مع بعض أسرار الفول المدمس في البيت، من أول اختيار الفول لحد ما يطلع مظبوط 100%. نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله. نختار الفول يكون حبة متوسطة، مش كبيرة قوي ولا صغيرة، ولونه يكون فاتح، فنحاول نختار نوع جديد. الفول القديم بيستوي بصعوبة. نغسل الفول كويس جدا وننقعه في مية من 8 ل 12 ساعة عشان يستوي بسرعة ويطلع طري. بعد ما ننقع الفول نصفي الفول كويس ونحطه في حلة عادية ونضيف عليه معلقة عدس اصفر ومعلقه رز، والاتنين دول سر قوام الكريمي زي بتاع المحلات بالظبط. ونحط على الفول ميه سخنه ونحطه على نار عاليه لحد ما يغلي. اول ما يغلي نوطي النار خالص ونغطي الحله، ومهم جدا ان النار تكون هاديه عشان الفول يستوي بالراحه وما يفتحش مننا. ولو الميه قلت نزود ميه سخنه مش ساقعه، ودي اهم تركايه. ومن ساعه ل3 ساعات هيكون الفول استوى. ولو بتحبوا الوصفات السهله والاقتصاديه ما تنسوش اللايك والمتابعه عشان نكمل بيكم. لما يستوي خالص هتلاقيه طري وناعم، وممكن كمان نهرس شويه منه عشان يدينا قوام تقيل زي عربيات الفول. ولو حابين طريقة الفول الخطير بالطماطم قولوا لي رأيكم في التعليقات، وبالهنا والشفا.